انت بتشوف ناس ما كنتش تتخيل انها تعدي من قدام باب، هي عمرها ما تخيلت مره من المرات وهي جايه من القريه بتاعتها انها تعدي من قدام باب النادي الاهلي. النهارده مسؤوله وبتاخد ملايين والافات. انا الحاجات اللي زي دي يا كابتن ما تزعلش مني. انا كنادي اهلي، حضرتك المؤسسه عندك، هل انت بتساعد كل الناس؟ اكيد ليك ليميت، اكيد ليك بادجت، اكيد ليك حاجه، اكيد ليك. ما هو انا يعني بقى لو أقصد- عندي بادجت، خد بالك بقى، انا لو عندي بادجت اوزعه بقى. ما انا لو عندي 20 واحد بياخدوا مثلا مليون جنيه، حلو وانا اصلا عندي ناس، يعني البادجت بتاعي مليون جنيه مثلا، وانا عندي المليون جنيه دول هيتاخدوا ل10 تنفار، اخليهم 20. بس انا عندي 30 واحد، اقوم انا عامل ايه؟ مقلل بقى، بدل ما اديك انت. هتزعل. لا مفيش حاجه اسمها لا زعل. لا انا شفت. ما هو الكل، لا انا شفت يا عم الكل ياخد، أنا شفت. ما ياخد وينبسط. اولا مش هترضي الكل. ايوه يا كابتن، لانه انت مش هترضي بتتكلم، الكل إزاي؟ لان انت بتتكلم عن يا عم اجيال. انت ما تديني اي حاجه، مش احسن ما ماخدش خالص؟ لا يا كابتن، بتتكلم فيها اسلام. لا انا شفت اصل يا كابتن. لا انت مش حاسس بالاحساس ده. لا انت إيه؟ احساس انك اما تديني اي حاجه، يعني انا مثلا النادي الاهلي عزمني مره واحده بس على الاستاد اللي هو ده بيتعمل دلوقتي، بس هو كان بيحطوا حجر الاساس. مين اللي عزمك؟ النادي الاهلي ومجلس النادي. ادارته، رئيس النادي والمجلس الاداره، مظبوط. زعلت بعد كده منه؟ لا رحت. ايوه لا رحت، بس بعد لا كده رحت وسقفت وكل حاجه، وبعد كده ما حدش دعاني في حاجه خالص.